السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم مسيو خالد حسن من مدرسة دكتور إيهاب إسماعيل الثانوية العسكرية من قناة عالم حر 2020. أهلا بحضراتكم، والنهاردة مع حلقة جديدة من حلقات أعلمك فرنش. في حلقة اليوم هنتكلم على ليزاكسون، العلامات اللي هي بتتواجد فوق أو تحت بعض الحروف. كلنا عارفين اللغة الفرنسية هي أسرع لغة في العالم، وسرعتها مرتبطة بالنطق. هنشوف النهاردة بعض العلامات اللي زي ما بقول لحضراتكم ممكن تكون فوق أو تحت بعض الحروف، ممكن تأثر في المعنى والنطق. دي العلامات قدام حضراتكم، ونبدأ بأول أكسون. الأكسون اللي قدامنا اللي مايلة بهذا الشكل اسمها أكسون تجي، وأكسون تجي بمعنى تفخيم. يا ترى العلامة دي تتواجد فين؟ زي ما مكتوب كده قدام حضراتكم، بتتواجد على حرف الأ، ودي بتخلي الحرف يا ولاد بيتنطق شبيه زي حرف الأ في الإنجليش، وتخلي الحرف يتنطق سواء أول الكلمة أو في آخرها أو وسطها. مثلا على سبيل المثال شايفين الكلمة اللي قدامنا فيرم، فيرم بدون ما يكون عليها أكسون. لو حطينا عليها أكسون على حرف الأ اتنطقت فيرمي، فيرمي. ما قلتش فيرمي، لا فيرمي، اتنطقت زي الأ في الإنجليش، زي كلمة إيكول، إيكول. ليسي، ليسي، ما قلتش ليسو، ليسي. اسمها ايه الاكسون دي تاني؟ اكسون تجي، اكسون تجي، علامة اظهار. ننتقل الى علامة تانية وهي لاكسون جراف. لاكسون جراف، كلمة جراف دي صفة بمعنى خطيرة. هي ليه العلامة دي سموها اكسون جراف؟ كلمة اكسون جراف سموها خطيرة لانها فعلا خطيرة. طب بتعمل ايه؟ اولا هي بتتواجد على حرف الاو والا وحرف الاي. طيب بتعمل ايه؟ بتخلي نطق الحرف ممدود، وبرضه مشابه زي حرف الآ سنة، حاجة بسيطة بتخلي نطق الحرف ممدود. زي كلمة، يعني مثلا عندي كلمة أب، المفروض إن أنا أنطقها بير، لا فأنا هنطقها بير. ها فرير، ها مير. تمام، اسمها الأكسون جراف، أكسون جراف. طب ايه فايدتها تاني؟ قال لي ممكن تغير من المعنى. فانا عندي كلمة او بدون الاكسون زي ما انتم شايفين دي بمعنى اين، ولكن او كده عليها اكسون جراف بمعنى اين. كمان الحرف ا، الآ لو عليه اكسون هيبقى حرف جر بمعنى الى او في، ولكن الآ بدون الاكسون جراف من فيرب افوار، يملك او عنده. لا بمعنى هناك بالاكسون، بدون الاكسون أداة معرفة. ننتقل إلى علامة تانية وهي لاكسون سيركونفلكس. لاكسون سيركونفلكس اللي هي عاملة زي التمانية، يا ترى بتتواجد فين؟ اللي بتتواجد فوق الحروف اللي قدامنا، حرف الآ والأ والإي وحرف الإي والأو. طيب بتعمل ايه الاكسون دي؟ قال لي الاكسون دي بتطيل من نطق الحرف، تمام. فمن كلمة مثلا نافذة او شباك ما انطقهاش فينتر، فينتر، لا فيناتر، فيناتر، اطلت نطق الحرف. كلمة اوبيتال، اوبيتال، مستشفى. كمان بتتحط، هي اساس العلامة دي اتحطت اساسا قبل ما تتطور اللغة، بمعنى ان كلمة عمر دي كانت 2 زمان في اللغة الفرنسية القديمة، فمش هنطقها اج، لا اج، اج كأنها 2 اج. كمان بتغير من المعنى، عندي كلمة سير بمعنى بالتأكيد، اما سير بمعنى اعلى، حرف جر. اكسون سيركونفلكس، اكسون سيركونفلكس. ننتقل إلى علامة تانية، سيدي، السيدي، ودي علامة بتتحط تحت حرف السي، وهنشوف إن شاء الله في حلقة قادمة بعد نطق الحروف
وتأثير بعض الحروف المتحركة بعد حرف السي. العلامة دي فائدتها ايه؟ العلامة دي يا ولاد بتحط تحت حرف السي عشان تخلي نطقه زي الاس. بمعنى لو جينا الكلمة دي كلمة ولد، لو انا شلت السي دي، الاس اللي تحت حرف السي دي، هنطقها جارجون، ولكن بوجود السيدية المعلقة دي تحت حرف السي هتخلي حرف السي يتنطق اس، فهنطقها جارسون. كلمة فرنسي لو شلت السيدية المعلقة دي هتتنطق فرانكي، ولكن لما حطيتها اتنطقت فرنسي. كذلك كلمة ليسون. اخر علامة معانا وهي الابوستروف، ودي بتتحط زي ما حضراتكم عارفين عند تلاقي حرفين متحركين زي كلمة لامي ولوتيل. لوتيل. اخر علامة معانا وهي تريما. التريما نقدر نشبهها كده بالعربي زي كلمة اسماعيل، تمام، فيها كسرة. طيب العلامة دي بتتحط امتى؟ قال لي بتتحط عند تواجد او عند التقاء حرفين متحركين ولا تسمح بنطقهما معا، زي كلمة ايه؟ ايج وست. ايج وست، ما اقولش ايج، شايف متقسمة مقطع سيلاب. ايج وست. ايج وست. بفكركم بملحوظة ان اي حرف من الحروف اللي عليه الاكسون العلامات لو اتكتب في بداية الجملة ماجسكيل ما يتحطش عليه الاكسون. ما تنسوش الاشتراك في القناة، وتحياتي لأسرة اللغة الفرنسية بمدرسة الدكتور إيهاب إسماعيل، وإلى الإدارة الجديدة اللي فخورين بيها مس نبيلة شاكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.